قال لي إبراهيم هذا واحد مبلغ صدام إنه ابني ناطق شاتم صدام وكذا، وإحنا نقدر نقاتل هدول مجرمين كذا، فأرجوك تروح تفهموا إنه إحنا لا. شاهد بالفيديو قصة صاحب الدكان الذي كاد أن يقتله صدام حسين بسبب خالته. ستندهش حقا. قبل أن نبدأ أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة. مرحبا بكم أعزائي الكرام. كشف الإعلامي والشاعر العراقي إبراهيم الزبيدي صديق وزميل الرئيس العراقي الراحل صدام حسين ملامح شخصيته العنيفة منذ أيام الطفولة. وقال الزبيدي عبر برنامج مخيال إن صدام كان رجلا عنيفا منذ صغره، مشيرا إلى أن تراث العائلة كلها خشونة وعنف وجبروت. وروى الشاعر موقفا لأحد أثرياء تكريت يدعى ذكر البكر قائلا: حينما كنت تلميذا سنة 56 جاءني يرجف بسبب خوفه من صدام، وأخبرني بأن عائلة الأخير مجرمين ولا يستطيع قتالهم. كما روى موقفا آخر كدليل على عنف صدام عندما استعانت به خالة الأخير ليذهب إلى شخص أخذ منها مشغولات ذهبية مقابل تنفيذ طلب لها، لكنه لم ينهي المهمة فطلبت منه أن يحل الأمر بشكل ودي ويستعيد ذهبها وأموالها. وأضاف: عندما علم صدام بالأمر جاءني وطلب مني أن أخبره بما قالت لي خالته، فأخبرته وطلبت منه التمهل حتى يجرب أسلوبه، وإن لم ينجح طلب منه التدخل فاستجاب. وتابع الزبيدي: سار معي وتعهد بعدم التعرض لهذا الرجل، لكنه خالف وعده، وعندما اقتربنا غافلني وهجم على الدكان وأغلق الباب على الرجل من الداخل، ولم أسمع إلا صوت الرجل يستغيث: الحقوني هيقتلوني. وخرج صدام حاملا كل الذهب والأموال لخالته. وفي ثاني يوم لملم هذا الرجل أشياءه ورحل من المدينة. فصدام حسين هو خامس رئيس لجمهورية العراق والأمين القطري لحزب البعث العربي الاشتراكي والقائد الأعلى للقوات المسلحة العراقية في الفترة ما بين عام 1979 ميلاديا وحتى 9 أبريل عام 2003 ميلاديا، ونائب رئيس جمهورية العراق عضو القيادة القطرية ورئيس مكتب الأمن القومي العراقي بحزب البعث العربي الاشتراكي بين عام 1975 و 1979. برز إبان الانقلاب الذي قام به حزب البعث العراقي ثورة 17 من تموز عام 1968، والذي دعا لتبني الأفكار القومية العربية والتحضر الاقتصادي والاشتراكية والعلمانية. كما لعب صدام دورا رئيسيا في انقلاب حزب البعث عام 1968، والذي وضعه في هرم دولة البعث كنائب للرئيس البعثي اللواء أحمد حسن البكر. وأمسك صدام بزمام الأمور في القطاعات الحكومية والقوات المسلحة المتصارعتين في الوقت الذي اعتبرت فيه العديد من المنظمات قادرة على الإطاحة بالحكومة. وقد نمى الاقتصاد العراقي بشكل سريع في السبعينيات نتيجة سياسة تطوير ممنهجة للعراق، بالإضافة للموارد الناتجة عن الطفرة الكبيرة في أسعار النفط في ذلك الوقت. وصل صدام إلى رأس السلطة في دولة بعث العراق، حيث أصبح رئيسا لجمهورية العراق وأمينا قطريا لحزب البعث العربي الاشتراكي عام 1979 ميلاديا، بعد أن قام بحملة لتصفية معارضيه وخصومه في داخل حزب البعث بدعوى خيانتهم للحزب. وفي عام 1980 ميلاديا دخل صدام حربا مع إيران استمرت 8 سنوات، من 22 من سبتمبر عام 1980 ميلاديا حتى انتهت الحرب بتفاهم سياسي عراقي إيراني في 8 من أغسطس عام 1988، وقام بعد انتهائها بإهداء إيران 120 طائرة حربية روسية الصنع. وقبل أن تمر الذكرى الثانية لانتهاء الحرب مع إيران، غزا صدام الكويت وأصبح مصدر تهديد لأمن الخليج العربي في 2 من أغسطس عام 1990 ميلاديا، والتي أدت إلى نشوب حرب الخليج الثانية عام 1991 ميلاديا،
ظل العراق بعدها محاصرا دوليا حتى عام 2003، حيث احتلت القوات المسلحة الأمريكية كامل أراضي الجمهورية العراقية بحجة امتلاك العراق لأسلحة الدمار الشامل ووجود عناصر لتنظيم القاعدة تعمل من داخل العراق. قبض عليه في 13 من ديسمبر عام 2003 ميلاديا في عملية سميت بالفجر الأحمر. ولد صدام حسين مجيد عبد الغفور سليمان عبد القادر بن عمر الثاني الرفاعي أمير تكريت، الذي يعود نسبه إلى علي بن أبي طالب، في قرية العوجة التي تبعد 23 كيلومترا عن مدينة تكريت الواقعة شمال غرب بغداد والتابعة لمحافظة صلاح الدين، والذي ينتمي إلى عشيرة البيجات الرفاعية لعائلة تمتهن الزراعة. توفي والده قبل ولادته ب6 أشهر، وتعددت الأقاويل التي فسرت سبب وفاته ما بين وفاة لأسباب طبيعية أو مقتله على أيدي قطاع الطرق. بعدها بفترة قصيرة توفي الأخ الأكبر لصدام وهو في 13 بعد إصابته بالسرطان. كانت العوجة التي تبعد 8 كيلومترات جنوب تكريت في شمال وسط العراق عبارة عن بيوت وأكواخ مبنية من الطين يسكنها أناس يعيشون في فقر. المياه الصحية والكهرباء والطرق الممهدة لم تكن معروفة، ونسبة الوفيات بين الأطفال مرتفعة، وكان سكانها يعملون في الفلاحة. ولما لم تكن هناك مدارس في العوجة فإن الآباء القادرين يرسلون أبناءهم للدراسة في تكريت. ولد صدام في بيت يملكه خاله خير الله طلفاح وينتمي إلى عشيرة البيجات السنية، إحدى فخوذ قبيلة البوناصر الحسينية النسب التي كانت مهيمنة في منطقة تكريت. وفي الثلاثينيات كانت القبيلة معروفة بفقرها وبميلها إلى العنف، وكان زعماؤها يفاخرون بتصفية أعدائهم لأتفه الأسباب. كانت صبحة والدة صدام تتلقى بعض الدعم المادي من شقيقها خير الله طلفاح الذي كان يسكن في تكريت وتكفل بتنشئة صدام. في النهاية، إذا أعجبك الفيديو أخي الكريم، أتمنى أن تشترك في قناتنا وتفعيل جرس التنبيهات ليصلك كل جديد إن شاء الله، ولا تنسى اللايك والمشاركة، وأخبرنا برأيك في التعليقات إذا أعجبك الفيديو. شكرا لكم أعزائي الكرام.